كان ممكن تكون الكهرباء ببلاش، بس قرروا يدمروه. تخيل، راجل واحد فقط. لو كانت البشرية فهمته بدري كنا دلوقتي بنعيش في عالم من غير فواتير كهرباء. اسمه نيكولا تسلا، عبقري سابق عصره ب100 سنة. في طفولته كان بيشوف اختراعات في خياله ويحاول يرسمها من غير ورقة. كبر واخترع التيار المتناوب اللي لولاه ما كناش نورنا مدننا. بس لما راح لأديسون قال له اختراعي هيوصل الكهرباء أرخص وأبعد. أديسون ضحك وقال له أهو شوف هيكسبك إيه الخيال، وسرق أفكاره وبدأت حرب التيارات. تسلا اختفى في المعامل، اخترع الراديو، الأشعة السينية، وحتى الطاقة اللاسلكية. وفي يوم شغل مصابيح مدينة كاملة من غير سلك واحد. لكن الشركات خافت، لو الكهرباء ببلاش هنكسب منين؟ فأغلقوا مشاريعه ودمروه إعلاميا. عاش آخر أيامه وحيد في غرفة فندق يكلم الحمام أكتر من البشر، ومات ومفيش حد حضر جنازته. لكن اليوم كل لمبة بتنور بتقول